حسم المدير الفني لفريق ليفربول مستقبل النجم المصري محمد صلاح بعد انتشار الكثير من التكهنات بشأن إمكانية رحيله. وارتبط محمد صلاح في الأيام الماضية بإمكانية الانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودي. ويمتلك النجم صاحب 31 عاما عقدا ساريا مع ليفربول حتى عام 2025، ورغم ذلك فإنه مرتبط بقوة بإمكانية مغادرة الأنفيلد. وتحدث كلوب عن الأمر عقب نهاية مباراة اليوم بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، حيث فاز الريدز ب2-0. وسئل كلوب من قبل شبكة سكاي سبورتس العالمية: قصة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة لم تختف تماما، أليس كذلك؟ حسبما نشرت صحيفة ميروري الإنجليزية. ليرد كلوب باختصار شديد قائلا: بالنسبة لي هكذا هو الأمر، يقصد بذلك انتهاء المسألة تماما. وأظهرت جماهير ليفربول رد فعلها على أداء المصري محمد صلاح في مباراة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي، مع الأنباء المتداولة بشأن اقتراب رحيله إلى اتحاد جدة السعودي. وساهم محمد صلاح في فوز مثير لليفربول أمام نيوكاسل ب2-0، حيث صنع هدف الفوز الذي سجله داروين نونيز قبل إطلاق صافرة النهاية. وطالبت جماهير ليفربول باستمرار محمد صلاح في صفوف الفريق، مشيدة بتمريرته الحاسمة الرائعة. يأتي ذلك في ظل الحديث عن استعداد اتحاد جدة للتقدم بعرض رسمي لليفربول، مع رفض النادي الإنجليزي بيع محمد صلاح. وجاءت تعليقات جماهير ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي كلها مشجعة لصلاح، وطالب منه الجميع عدم الرحيل عن الفريق. تمريرة صلاح كانت رائعة، يا لها من تمريرة مو صلاح، يا لها من لمسة نهائية لداروين نونيز، يا له من أداء في الشوط الثاني من ليفربول. لقد تم نسيانها تماما بالفعل، لكن يا إلهي، السرعة والدقة في تلك التمريرة من محمد صلاح. لقد تم الاستهانة بإبداعه وقدرته على التنفيذ في اللحظات القاتلة. صلاح، لا تغادر من فضلك حتى تتمكن من تقديم تمريرات حاسمة كهذه لداروين لبقية الموسم. وتحدث النجم المصري محمد أبو تريكة عن مستقبل محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي وتلقيه عرضا من اتحاد جدة السعودي. وظهر أبو تريكة في الاستوديو التحليلي لشبكة قنوات بي إن سبور للحديث قبل مباراة ليفربول ونيوكاسل بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وأكدت أنباء على مدار الأيام الماضية أن محمد صلاح طلب الرحيل عن ليفربول للانتقال إلى اتحاد جدة، فيما نفى مدرب الفريق الإنجليزي هذا، مؤكدا أن اللاعب ملتزم مع النادي وسيتم رفض أي عروض لأنه ليس للبيع. وقال أبو تريكة عن تأثير رحيل محمد صلاح المحتمل على ليفربول: بالنسبة للنادي على المستوى الفني هو لا يعوض، يصعب بيعه، ومسؤولي النادي عليهم غلق الباب بالنظر لاعتراضهم على تصرف الأندية السعودية. وأضاف: مسؤولي الأندية يبحثون عن الأموال ويقومون بالبيع، لكن أنت كناد لا يعجبه الأمر ولا تصرفات الأندية السعودية والدوري السعودي، عليك الرفض وإعلان أن اللاعب ليس للبيع. واستطرد أبو تريكة: يجب على ليفربول غلق الباب والقول إن محمد صلاح ليس للبيع. ليس لدي معلومة، والأندية تفكر في الجانب المادي مع وصول عرض يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني للاعب بعمر 32 عاما، فهذا يعتبر فرصة. وأكمل: المشكلة فنية، محمد صلاح لا يعوض بالنسبة لليفربول على المستوى الشخصي بحسب معرفتي بمحمد صلاح، وهذه ليست معلومة. صلاح ملتزم بعقده ويريد البقاء في ليفربول. يمكن أن يفكر في العرض المالي لأنه مغري، لكنه لم يحقق حلمه الحقيقي وهو الكرة الذهبية. وتابع: صلاح دائما كان يخبرني أن حلمه الكرة الذهبية. مع احترامي للجميع، هو سيبتعد تماما عن الحصول على الكرة الذهبية حال رحيله. وحين سئل عن إمكانيات ليفربول في الوقت الحالي وإذا كانت الظروف مهيئة للفوز بدوري الأبطال لتقريب محمد صلاح من الفوز بالكرة الذهبية، أجاب أبو تريكة: في الظروف الحالية لا.
واسترسل: يتبقى لصلاح عامان على عقده، لقد مضى عقده في بداية العام، ما قد يجعله يغير تفكيره هو العرض المالي المغري، وهذا وضع طبيعي لأي شخص يفكر في مستقبله. على المستوى الشخصي صلاح كان سعيدا بقيمة العقد الذي وقعه مع ليفربول، والعرض مستمر بالنسبة له. وبشأن تغير ظروف السوق في الوقت الحالي، وقيام لاعبين مثل نيمار بالرحيل إلى الدوري السعودي، علق أبو تريكة: نيمار حقق 90% من أهدافه. اللاعبون الذين ذهبوا للدوري السعودي حققوا بالفعل أهدافهم في أوروبا. كريستيانو رونالدو حقق 5 كرات ذهبية، وبنزيما. وشدد: نيمار وضع آخر، وباريس أراد التخلص منه بسبب أزماته في غرفة الملابس وتصرفاته خارج الملعب مع وصول عرض قوي. أما محمد صلاح وضع مختلف، وضع طبيعي أن أقوى دوري في المنطقة العربية يبحث عن أفضل لاعب في تاريخ العرب اعطوا عرض لمحمد صلاح وجعلوه يفكر. كناد ومسؤول النادي عليهم القول إنه ليس للبيع، واللاعب لن يطالب بالرحيل لأنه ملتزم بعقده وسعيد بقيمة العقد مع ليفربول. يبحث عن عودة ليفربول لمنصة التتويج مرة أخرى، ويبحث عن حلمه الحقيقي والكبير برفع الكرة الذهبية.